النهاردة هحكي لكم قصة جديدة، وعلشان توصلك كل القصص المرعبة والمثيرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان متفوتوش ولا حكاية من حكايات الرعب اللي عندنا. وإذا عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بيحبوا الرعب. في قلب مصر، البلد اللي شهدت أعظم الحضارات والحروب على مر التاريخ، بتبدأ حكايتنا. حكاية مش زي أي حكاية تانية، دي قصة منسية عن أشباح الحروب القديمة اللي ما زالوا بيطاردوا الأراضي اللي حصلت فيها معارك دموية. أرواح عاشت وماتت في أرضنا، لكن أرواحهم لسه موجودة. القصة اللي هحكيها النهاردة مش مجرد خيال أو أسطورة، دي حاجة ناس كتير شافتها وسمعتها. اتفضلوا معايا واتمسكوا كويس، لأن الرحلة دي هتكون مليانة رعب وتفاصيل مرعبة تخليك تحس إنك عايش كل لحظة فيها. في منطقة صحراوية بعيدة بين أسوار إحدى المدن المصرية القديمة، في مكان معروف دلوقتي باسم أرض الظلال، بدأت قصتنا. المكان ده مش معروف قوي بين الناس لأنه مش مجرد أرض عادية، ده مكان شهد واحدة من أعنف المعارك اللي حصلت في التاريخ المصري. آلاف الجنود سقطوا هنا، أرواحهم راحت في لحظة، لكن يبدو إنهم ملاقوش السلام اللي كانوا بيدوروا عليه. في الليل المكان ده بيتحول لحاجة تانية، حاجة مخيفة. الأصوات بتبدأ ترتفع والهمسات بتملى الهواء، وكل اللي يقرب من المكان بيحس إنه مراقب. في ليلة مظلمة، محمد شاب مغامر بيحب التاريخ وبيبحث عن القصص الغامضة، قرر إنه يروح المكان ده علشان يستكشف بنفسه. كان في أخبار كتير بتحكي عن أشباح الجنود اللي ماتوا هناك، والناس اللي راحوا شافوا حاجات غريبة. محمد جهز الكاميرا بتاعته وقرر إنه يقضي الليلة هناك ويشوف بعينه اللي بيحصل. وصل محمد لأرض الظلال مع غروب الشمس. أول ما خطاه على الأرض حس ببرودة غير طبيعية رغم إن الجو كان حار. حاسس إن في حاجة غلط، لكن فضوله كان أقوى من خوفه. فضل ماشي بين الآثار القديمة، وكل خطوة بياخدها كان بيحس إن في حاجة بتراقبه. فجأة سمع صوت خطوات وراء ظهره، التفت بسرعة لكن مفيش حد، مجرد صمت. استمر في المشي لكن الصوت كان بيرجع من تاني، والهمسات بقت أوضح. كان في حاجة في الهواء، حاجة بتقول له ارجع، لكن محمد كان مصمم يكمل. الرعب يتصاعد. مع مرور الوقت الدنيا بقت أكثر ظلاما والهواء بقى بارد أكتر، وبرغم كده العرق كان بيغطي جسم محمد. فجأة قدامه ظهرت مجموعة من الجنود القدماء بأجسامهم المتكسرة ووجوههم الملطخة بالدماء. الجنود كانوا ماشيين في خط مستقيم زي ما يكونوا لسه في معركة. أصوات السيوف بتتضارب كانت مالية الهواء، وصراخ الجرحى كان بيملى المكان. محمد حاول يتحرك لكنه كان متجمد في مكانه. واحدة من الأرواح استدارت نحوه، ووجهها كان مليان غضب وحزن في نفس الوقت. قربت منه وبصوت مبحوح قالت: إحنا لسه هنا، محدش نسانا. الأصوات اللي كان بيسمعها اتحولت لصراخ عالي لدرجة إنها كانت بتهز الأرض. الجنود الأشباح بدأوا يحيطوا بمحمد وهمهمتهم بقت واضحة. محمد حس إن الأرض تحت رجليه بتتهز، كأنه على وشك إنه يقع في حفرة لا نهاية لها. فجأة واحد من الجنود اللي كان واقف قدامه رفع سيفه ووجهه لمحمد. اللحظة دي كانت كأنها بتستمر للأبد. محمد كان بيتفرج على روحه وهي بتخرج من جسمه ببطء، والسيف بيقرب أكتر وأكتر. وفجأة في لمحة بدأ محمد يشوف مشاهد من الماضي، جنود بيقتلوا ببطولة، وفي خلفية المعركة كان فيه دخان وصراخ وتفجيرات. رأى واحد من الجنود وهو بيصرخ لأصحابه: لا تتركوا أصدقائكم، لا تنسوا الأرض التي حاربنا من أجلها. لكن سرعان ما تحولت تلك المشاهد السعيدة إلى مشاهد رعب، والجنود يتحولوا إلى أشباح بأجساد محترقة، عيونهم فارغة وأصواتهم صارخة. كانت الروح اللي بتراقبه دلوقتي بتحكي له عن مأساتها، عن الأمل اللي كان موجود في قلبه قبل أن يموت بطرق وحشية. محمد بدأ يحس إنه مش لوحده في المعركة، كل روح كانت بتصرخ بطريقتها كأنها بتطلب المساعدة. الأجواء كانت مليانة بالرعب والجنون، كل روح كانت حاسسها بتحاول تخلي محمد يتذكر شيئا مهما، ومع كل لحظة كان بيغرق أكتر في عالمهم. وفي كل مرة يحاول يتراجع كانوا الجنود بيشدوه للداخل. وفي ذروة الرعب اتفاجئ محمد بوجود روح أخرى، لكن هذه المرة كانت مختلفة. كانت روح جندي شاب عيونه مليانة بالحزن، قال له: ساعدنا. لم ينتهي الأمر بعد، في روح ضائعة هنا تحتاج إلى إنقاذ. محمد واجه خيار صعب: يفضل الهروب أو يغامر بمساعدة الأرواح اللي طلبت مساعدته. بصعوبة قرر يساعدهم. روح الجندي الشاب أخذته في رحلة عبر ذكرياته، حيث شاف كيف بدأت الحرب
وكيف خسر أصدقائه حياتهم، وكيف وقع في فخ قاتل. محمد عاهد الروح إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحررهم، وبفضل إصراره تمكن محمد من إيجاد الطريقة لتحرير الأرواح. لكنه كان عليه أن يتحدى الخوف اللي جواه ويواجه الكائن اللي كان يتحكم في المكان، كائن غامض يجسد كل الرعب اللي عاشوه الجنود. في معركة عنيفة واجه محمد كل الأشباح ونجح في إطلاق سراحهم، وفي النهاية رأى الجنود يتلاشى في ضوء ساطع مع ابتسامات على وجوههم. لكن بعد ما انتهى كل شيء، لما رجع لمحمد إلى بيته عرف إنه هيفضل معاه أثر تلك الليلة. كل ما ينام يحس بأرواح الجنود وكأنهم معاه، وكان دايما يسمع همساتهم: شكرا لك، نحن أحرار الآن، لكننا سنظل هنا، تذكرنا. لو عجبتكم القصة المرعبة دي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل القصص الجديدة. ولو القصة عجبتكم فعلا متنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بيحبوا الرعب والغموض.